السلام عليكم متابعي قناة على ماما عبلة، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم هاد الساندويش. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع وكيجي لذيذ وبواحد الحشوة رائعة وبنينة. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم وينال الرضا ديالكم وتجربوه ان شاء الله. وما تنسوناش دائما من اللايكات ديالكم والتعاليق والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ودابا غادي ندوز ان شاء الله، غادي نبدا معكم هاد الوصفه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحشوه غادي نبدا بها هي الاولى ان شاء الله. عندي هنا تقريبا 450 غرام ديال صدر الدجاج اللي قطعته مكعبات صغيره. ضفت عليه واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي او الكركم، نص معلقه صغيره ديال البزار او الفلفل الاسود، واحد المعلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، قليل من الحار. هنا عندي العطريه ديال الدجاج غادي ندير منها تقريبا واحد نص معلقه صغيره، وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال المطارد او الخردل. وهنا غادي نضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الكيتشوب. تقدروا تضيفوا حتى صلصه الصوجا، شويه ديال الزعتر. مهم منسمات كتبقى على حسب الرغبه. غادي نضيف هنا واحد شويه ديال الملحه. الملح كيف ما كتعرفوا دائما كتبقى حسب الذوق. صافي هنايا غادي نخلط مزيان هاد القطع ديال صدر الدجاج، وغادي نحك عليهم تقريبا هنا واحد الريس ديال الثومه، اولا تعوضوه ببودره ديال الثوم. صافي هنا غادي نخلطهم مزيان حتى غادي نساجموا ليا مع بعضياتهم، وغادي نغطي عليهم بلاستيك غذائي وغادي نخليهم تقريبا يرتاحوا واحد ساعه تقريبا حتى كيتشربوا ليا مزيان من هاد التوابل. من بعد غادي ندوز نحضر العجين. هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض و 250 غرام ديال دقيق القمح ديال الدار. غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال خميره الخبز، واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الملح دائما كتبقى حسب الذوق، وجوج معالق كبار تقريبا ديال زيت المائده. صافي هنايا غادي نبدا نجمع في العجين بالماء، يكون شويه يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد. صافي غادي نجمع العجين ديالي على هذا الشكل. غادي نبقى نضيف الماء بشويه بشويه. تقريبا هاد الطريقه ديال هاد العجين بحال الخبز العادي، يعني ما كاينش فرق. صافي غادي نبقى نضيف الماء حتى غادي نحصل على واحد العجين يكون شويه يكون ما خفيف ما ثقيل، يعني يكون بين وبين. صافي كنبقى نرش في الماء بشويه بشويه، وفي نفس الوقت تندلك فيها بهذه الطريقه. غادي ننزلها على سطح العمل وغادي ندلكها واحد شويه، ما غاديش نخليها ترتاح لان مباشره غادي نشكلها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا حصلت على واحد العجين رطب. ضروري ما ندلكوا هاد العجينه لان مباشره غادي نشكلوها ان شاء الله. صافي هنا كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجين هو هذا. ودابا غادي نبدا نشكل في العجين. غادي نديرها على شكل حربول كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نقسم فيها بواحد القطاعه. غادي ناخد الميزان وغادي نبدا نعبر في الكويرات. تقريبا غندير في كل كره غندير فيها 80 غرام. اللي ما عندوش الميزان ممكن يدير غير عينو ميزانو، يدير كويرات يكونوا متقادين او متساويين. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما شكلت العجين تقريبا خرج منها واحد 10 ديال الكويرات. غادي نبدا نشكل فيهم على هذا الشكل هذا. غادي نديرهم بحال على شكل باغيت صغير كما كتشوفوا، وكنحط مباشره في واحد الصفيحه اللي فرشتها بواحد المنديل. ومره مره كنرشوا شويه ديال الدقيق غير ما نكثروش باش ما نشفوش العجين ديالنا. صافي هنايا بعد ما كملت العجين كما كتشوفوا شكلتها كامله. غادي نغطي عليها وغادي نخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها مزيان. صافي هنايا كما كتشوفوا العجين ديالي بعد ما اختمرت مزيان وتضاعف الحجم ديالها. غادي ناخذ اول وحده شكلتها. بطبيعه الحال كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي ناخذ واحد الدلاك اولا واحد المدلك، وغادي نبدا نطلق فيها على هذا الشكل هذا. غادي نطلقها على شكل طولي. والسمك ديال هاد الخبيزات هادو غادي يكونوا شويه رقاق بزاف، ما يكونوش غلاظ كما كتشوفوا.
تقريبا هاد الخبز هذا بحال الخبز العربي. صافي غادي نعاود قدامكم وحده اخرى باش غادي تشوفوا الطريقه مزيان. كنطلقوها بالمدلك، ومره مره كنرشوا شويه ديال الدقيق باش ما كتلتصقش لنا العجين على سطح العمل. والسمك ديالها هو هذا كما كتشوفوا رقيق. ما يكونش رقيق عاوتاني بزاف، يكون شويه بين وبين. صافي هنا بعد ما كملت الكويرات اللي عندي غادي نغطي عليهم، ومباشره غادي ناخذ واحد المقلاة غادي نديرها فوق النار، وغادي نخليها حتى تسخن، وغادي نرمي اول وحده شكلتها. صافي كنتسنى على غير كيبداو هذوك الفقاعات كيبداو يطلعوا، كنقلبها على الجهه الاخرى، وكنبقى مره مره كنحركها، اولا كنقلبها مره على هاد الجهه ومره على الجهه الاخرى حتى كتنفخ معنا. كيف ما كتشوفوا ضروري كنبقاو نديروا هاد العمليه بحال كنساعدوها باش كتنفخ. صافي هاد الخبيزات هادو دغيا كيوجدوا وكيتنفخوا كيف ما كتشوفوا، كيطيبوا مزيان. حيت كنبقاو نقلبوا فيهم مره مره. وملي كنبغيو نرميو الخبيزات الثانيه ضروري كنمسحوا المقلاة ديالنا من الفائض ديال الطحين، عاد كنرميو الخبز ديالنا. صافي هنا كما كتشوفوا غير كيبداو هذوك الفقاعات كيبداو يطلعوا، كنقلبوها مباشره وكنبقاو نحركوا فيها على هذا الشكل هذا حتى كتنفخ، لان هاد العمليه هذه هي اللي كتساعد هاد الخبيزات باش كيتنفخوا وكيجيونا مهوي من داخل. كيف ما كتشوفوا صافي تنبدا نحمر فيها من على هاد الجهه وعلى الجهه الاخرى. الا شفتوها درت شي تقيبه من شي جهه، تاخذوا سباتيلا وغادي تحبسوا هذيك الثقبه باش كيرجع هذاك البخار لداخل وكيساعدها على الانتفاخ. صافي هنا غادي نبدا ندير نبدا نطيب في يعني بجوج خبيزات، لان عندي المقله شويه كبيره، وغادي نبقى مستمر على هذا الشكل حتى غادي نطيب الكميه اللي عندي كامله، تقريبا 500 غرام. خرجت لي 10 ديال الخبيزات. وبالنسبه للنار كتكون شويه متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده. كما كتشوفوا راه دغيا كيتنفخ، غير يعني غير عطاوه الخاطر، راه ساهل باش دغيا كيوجد معنا هاد الخبز هذا. تقريبا كيجي بحال داير بحال الباغيط، غير هو مخبوز في المقلاة. صافي هنايا غادي ندوز مباشره ملي غادي نسالي الخبز ديالي في الطيب، غادي ندوز باش غادي نوجد الحشوه. هنايا خديت واحد المقلاة درت فيها تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن نعوضوه بزيت المائده. وغادي ندير واحد البصله كبيره مشلضه، غادي نخليها حتى تشحر ليا مزيان وتدبر. عاد غادي نضيف عليها صدر الدجاج بعد ما تشرمل ليا مزيان خدا حقه يعني في الشرموله. صافي غادي نبقى نشحر فيه مزيان على هذه الطريقه، وضروري كنحركو مره مره. بعد ما كيطيب وكيوجد كنضيف عليه واحد تقريبا واحد زلافه صغيره ديال الذره المعلبه اللي هي اختياريه. ومن بعد غادي نضيف واحد 3 ديال الشرائح ديال فرماج ساندويش، وغادي نطفي عليه النار، غادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى كيذوب لي هذاك الفرماج. وفي هذا الوقت هذا اولا في هذه اللحظه تنوجد حتى البطاطا كما كتشوفوا بطاطا فريت. بالنسبه للطريقه تنقي الفريت ديالي اولا كنقي البطاطا ديالي، كنخليها في الماء غليان ومع شويه ديال الملح وكنصفيها من بعد. صافي تنسخن الزيت وكنبدا نقلي فيها على هذه الطريقه باش كتجينا هذيك الفريت مقرمشه وكتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. ضروري بالنسبه لهاد الساندويشات كيكون يعني كيتواتاو معاهم هاد الفريت. صافي كيف ما كتشوفوا هادو هما الخبيزات اللي وجدتهم كيجيو على هذا الشكل. غادي ناخذ واحد المقص، بطبيعه الحال المقص ديال المطبخ، وغادي نبدا نقسم فيهم على جوج. كيف ما كتشوفوا راهم يعني منفوخين من الوسط ومهوين وكيجيو مفروقين. غادي نقسم غير الكميه اللي غادي نحتاجها لوليداتي. صافي غادي ندوز باش غادي نوجد الحشوه. عندي هنا الطماطم مقطعه دوائر، عندي الخس وعندي الفريت، وبطبيعه الحال الحشوه اللي وجدتها من قبل. بالنسبه للحشوه ديال هاد الخبيزات راه اختياريه، تقدروا تستعملوا اللي بغيتوا. وعندي المايونيز،
او صلصه المايونيز. صافي هنا غادي ناخذ الخبز ديالي كما كتشوفوا، غادي نبدا نعمر فيه على هذه الطريقه. درت هنايا وريقات ديال الخس، ودرت دائره ديال الطماطم، ودرت الفريت كما كتشوفوا، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه ديال صدر الدجاج. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين وكيجيو في الشكل ديالهم زوين بزاف كما كتشوفوا. صافي غادي نحطو على جنب، وغادي نعاود معكم وحده اخرى. كما كتشوفوا كندير وريقات ديال الخس، وكندير واحد الدائره ديال مطيشه اولا الطماطم، وغادي ندير الفريت بطبيعه الحال، وغادي ندير معلقه كبيره اولا معلقه ونص ديال الحشوه ديال صدر الدجاج. بالنسبه لهاد الحشوه كتجي بنينه بزاف وكتجي لذيذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه ديال هاد الحشوه ديال هاد الخبيزات هادو. كيجيو بنان وكيجيو لذاذ وكيعجبوا الوليدات بطبيعه الحال، ويصلحوا للغداء او للعشاء. المهم في اي وقت كيصلحوا هاد الساندويشات هادو. غادي نعاود معكم واحد يعني حشوه مختلفه على الاولى. كندهن بصلصه المايونيز، وكندير وريقات ديال الخس، كندير الفريت، وكندير الحشوه ديال صدر الدجاج. يعني ما غاديش ندير الطماطم حيت وليداتي كاين اللي كيبغي الطماطم، كاين اللي ما تيبغيش الطماطم في هاد الساندويشات هادو. وصافي غادي نبقى مستمره حتى نكمل القطع اللي عندي كاملين ديال الخبيزات بطبيعه الحال اللي غادي نوجدهم الاسره ديالي. صافي هنايا غادي نعاود ندير قطعه اخرى كما كتشوفوا. طريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. واخيرا كان هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الساندويشات اللي وجدت معاكم. كيجيو رائعين وبجوج يعني بجوج طرق ديال الحشوه. قدمتهم مع واحد العصير ديال الليمون الحامض مع التفاح، وبطبيعه الحال السكر والماء، وبسلطه ديال الخيار والخس ومطيشه اولا طماطم، وبطبيعه الحال الفريت. وكان هذا هو الغداء ديال وليداتي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الارض ديالكم. وما تنسوناش دائما من اللايكات ديالكم والتعاليق والاشتراك، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.